في سؤال جميل جاني يقول أحمد أنت تقول عنا متخلفين، طيب وأخوياك وأقاربك والناس اللي تعرفهم من زمان برضو متخلفين؟ طبعا أنا ما عممت، أنا ما قلت عنكم، ما قلت عن الجميع متخلف، تعميم لغة الجهلاء يعني معروف. أنا أقول فيه البعض المتخلفين. من هو المتخلف؟ المتخلف هو اللي عادي إنه عادي علشان فكرة، عادي إنه يكرهك علشان فكرك مختلف عنه فقط. يعني عادي يجي يتمنى لك الأذى، يتمنى لك الشر فقط علشانك مختلف عن بالأفكار. علشان زوجك كاشفة عادي مستعد إنه يلعنك ليل نهار ويتمنى لك يعاديك لأن مرتك كاشفة وش؟ هنا السؤال. إذا قصدك إنها كاشفة وجهها، لا ما هو صحيح. عندنا سعوديات، بس سعودية مشهورات وغير مشهورات كاشفات وجيهن ما حتعرضهن ولا حتسبهن لأنهن كاشفات وجيهن أبدا. هذا الواقع. السعوديات برا السعودية كاشفات وجيهن ما حد تعرضهن، يطلعن بجميع وسائل التواصل ما حد تعرضهن ولا حد سبهن ولا حد سب أزواجهن ولا أهلهن لأنهن كاشفات وجيهن أبدا. لكن إذا المرة اللي تسب ويسب رجله كاشفة شيء آخر فهذا موضوع ثاني. طال عمرك أستاذ أحمد، أنت ناسي أنه سناباتك عبارة عن حياتك الخاصة، خصوصياتك هي محتواك بالسناب. فإذا تكلم الناس بخصوصياتك ترى ما هم ملاقيف ولا يتدخلون بحياتك الخاصة، أنت اللي أظهرتها لهم. يعني الناس ما تعودوا على رجل ومرته يصورون بصالتهم بغرفة النوم وبالمجلس وملابسهم اللي يلبسونه بالبيت يطلعون بك محتوى. وين الكلام بالخصوصيات؟ وين التدخل بالخصوصيات؟ ما هو أنت اللي طلعتها للناس. أنا أكرر وأعيد وأزيد ضد السب واللعن والشتم، ولكن أنت يجب أنك تتحمل جميع ردات فعل الناس اللي يتابعونك، لأن أنت تدري أن الناس اللي يتابعونك مستوى تعليمهم ما هو واحد، فطبيعي أنه تصدر منهم ردات فعل متفاوتة ومختلفة على ما يظهر في سنابك من محتوى غير مناسب. يعني بقول لك شيء، أنت طلعت أنت وزوجتك بمقطع فيه استهزاء بالركن الثاني من أركان الإسلام، بالصلاة. يعني تبي الناس يصفقون لك، تبي الناس يقولون لا العادي من حقك سنابك ومحتواك وهذا شيء يخصك، وحنا بس ترى مالنا إلا نشوف ونسكت. تبيهم يسوون كذا يعني. لله لمين ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. يوسف قاعد. الله أكبر. جناي جو. الله أكبر. الله أكبر. والله العظيم ما أروى من الدين، والله العظيم. الناس اللي شافوا هذا المقطع علشان ما يكونوا متخلفين، وش المطلوب منهم؟ انه تكون ردة فعلهم. يعني شخص طلع يقدم الصلاة بهذا الشكل او يصلي بهذا الشكل، ضحك ومزح وضرب، هل المطلوب منهم انهم يصفقون لك يقولون والله صراحة محتوى جميل وراقي عشان ما يكونون متخلفين؟ المشكلة انك باخر المقطع تقول والله ما يعرفون الصلاة. يا صار ما يعرفون الصلاة معذورين، المشكلة اللي يعرف الصلاة ويقدمه بهذا الشكل. هم عقلهم متخلف، يعني عايش بالأزمان الماضية، يعني رجعي، ما قاعد يفكر بعقله، لا قاعد يمشي على ما قاله غيره. ترى حتى الله سبحانه وتعالى يقوله، هذا الشيطان الرجيم يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فلما ناقشهم الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا إنا وجدنا
آبائنا يعني كذا كانوا يسوون آبائنا، فحنا نمشي على هواهم. فمو من العقل أنك تمشي على هوا غيرك. آبائك أجدادك دائما امح كل شيء من الماضي وبتفكر بأي شيء أنت تسويه بحياتك من عقلك. ناظر التف حول العالم كله وفكر بعقلك، هل هالشيء هذا منطقي أو ما هو منطقي؟ هنا تبي تعرف أنك أنت متخلف ولا لا. تقصد طال عمرك أنه حتى ما يكون الشخص متخلف يصور زوجته وهي لابسة شورت وجالسة بحضنه وينشر المقطع، كذا ما هو متخلف، كذا تقدم خطوة لاتجاه الأمام. عادي إن زوجته تصور سرة، تصور بطنه، تصور ابطه، تمام، كذا تقدم خطوات وترك التخلف. يعني انه الشخص او انسان يصور، تمام، فتجيه زوجته وتقول له ترك سكران، ترك سكران، يعني هذا شخص متقدم. ايوه والله فعلا كلامك ترى صحيح وفي مكانه، لكن الاستفزاز يجي من الناس اللي تتدخل بحياة الآخرين وتحاول تخلي الآخرين بالغصب يمشون مثل ما يبون. الله لنا عقولا نسير بها. وفيه طال عمرك اسنابيين مستفزين بعد. السنابي اللي يقدم محتوى ما يبونه الناس، ويقدم محتوى يدري انهم ما هم متعودين عليها الناس، ويقدم محتوى يبي يزعل الناس، هذا مستفز بعد. اصراره على تقديم المحتوى بهذا الشكل وهو يعرف انه ابن مجتمع لا يقبل هذه الاشياء، هذا ايضا شخص مستفز. فاذا استفزوه الناس لازم يعرف انه هو اللي استفزهم. فليش يستنكر الاستفزاز الذي يجيه ولا يستنكر الاستفزاز؟ لازم يعرف انه هو اللي استفزهم. فليش يستنكر الاستفزاز الذي يجيه ولا يستنكر الاستفزاز؟ لازم يعرف انه هو اللي استفزهم. فليش يستنكر الاستفزاز الذي يجيه ولا يستنكر الاستفزاز؟ يقبل هذه الاشياء، هذا ايضا شخص مستفز. فاذا استفزوه الناس لازم يعرف انه هو اللي استفز. يقبل هذه الاشياء، هذا ايضا شخص مستفز. فاذا استفزوه الناس لازم يعرف انه هو